الفيديو ده ناس كتير منكم مستنيينه، ويعني انا اتأخرت عليكم كتير قوي انا عارف، بس اهو جه ميعاده. والفيديو ده هو ازاي تعالج حرق الشاشة، مشكلة حرق الشاشة بتاعت الشاشات الاولد. لو تفتكروا كده كان في فيديو كنت نزلته عن مشكلة تطبيع او حرق الشاشة. طيب خليني كده اكلمك في الموضوع اللي هو ايه اسباب المشكلة دي سريعا كده في نقط سريعة، لان انا شرحتها بالتفصيل في الفيديو اللي فات، وهقول لك بقى على الحلول اللي ممكن تعملها. بس قبل ما نبدأ ما تنساش ان انت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، ويلا بينا. اولا كده وبسرعه هنتكلم في ايه اسباب او ايه هو البرن ان اصلا. يعني ايه شاشه اولد تتحرق؟ شاشه الاولد تتحرق يعني يظهر صوره ثابته على الشاشه، بمعنى ان انت مثلا كنت بتفتح تيك توك كتير، فانت هتلاقي الشريط بتاع التيك توك والشعار بتاع التيك توك مثلا، يعني الزرار بتاعت التنقل اللي تحت بتاعت الباك والهوم والريسنت ابس هتلاقيها ثابته معاك على الشاشه حتى لو غيرت المحتوى اللي على الشاشه. ده يا سيدي باختصار هو البرن ان. طب بيحصل ليه؟ بيحصل لان الشاشات الاوليد هي فكرتها ان كل بيكسل بينور لوحده، فلما بيكسل يثبت على وضع معين بيخلي الشاشه تحتفظ بالوضع ده، فيبدا يظهر الخيالات اللي انت بتشوفها على الشاشه. طب هل اللي احنا اتكلمنا فيه ده كله انت ممكن تعالجه؟ الاجابه ولا. يعني هي لو المشكله ظاهره من قريب او لسه على خفيف. بيكون الوضع اصعب شويه لو المشكله قديمه وانت ساكت عليها. فتعال نعرف طرق الحل. اول طريقه، ودي مش موجوده عند معظم الناس، مش هتلاقيها في كل الموبايلات ومش هتلاقيها في كل الشاشات، لان على فكره الشاشات بتاعت التلفزيون وشاشات الكمبيوتر الاولد ينطبق عليها نفس الكلام، بيحصل فيها نفس المشاكل دي اي شاشه اولد في الدنيا. الطريقه الاولى وهي بيكسل ريفريشر، او هتلاقي فيه خيار كده اسمه بانل ريفريش. دي بتبقى موجوده في السيتنجز، وارد تلاقيها عندك وارد ما تلاقيهاش، فخلينا ما نعتمدش الخيار ده، ولكن هو لو موجود عندك استخدمه. ده تقدر تقول كده ان هو بيعمل ريست او يعني بيعرف اللي هو بيفرمط الشاشه، اكنه بيعيد ضبط الشاشه من جديد. الخاصيه دي لو موجوده في الجهاز اللي معاك فانت تقدر تعملها وممكن تحل معاك المشكله. طب تعالى ندخل بقى على الطريقه الثانيه، لان غالبا الطريقه الاولى هي مش هتنفع معاك لان هي مش موجوده في كل الاجهزه. الطريقة التانية وهي ان انت تخفي كل العناصر الثابتة على الشاشة، يعني شريط التنقل اللي تحت ده اللي هو بتاع الهوم وريسنت ابس والحاجات دي هتخفيها خالص. هتدخل على السيتنجز وتخفيها، تخليها جيسترز، تخليها ايماءات. ده ليه؟ لان احنا عايزين نعالج الشاشة بالكامل، عايزين الحاجة اللي هنعرضها عليها تبقى ظاهرة على الشاشة بالكامل. خفيت خلاص الحاجات دي، هنبتدي ان احنا نجيب صورة بيضة، صورة لونها ابيض تماما او صورة لونها رمادي، ولكن ابدأ الأول بالصورة البيضاء. هتجيب الصورة البيضاء دي وتخليها معروضة على الشاشة، تحاول ان انت تعمل في الصورة دي زوم. هتقول لي اجيب منين الصورة؟ هتلاقيني سايب لك في الديسكريبشن لينك تقدر ان انت تحمل منه صورة، وتقدر تكتب على جوجل وايت سكرين ايا كان، تقدر ان انت تجيب صورة بيضاء بسهولة من اي حتة. ممكن تاخد سكرين شوت اصلا من اي شاشة بيضاء عندك افتح جوجل كروم يا سيدي واقطع عنه النت، خد سكرين شوت، هتبقى صورة اعمل فيها زوم خلاص، يعني هتبقى مليت الشاشة بالكامل بالصورة البيضة دي. وخلي التليفون مفتوح كده يعني اطول فترة ممكنة، مفتوح على الشاشة البيضة دي اطول فترة ممكنة. احنا بنعمل كده ليه؟ احنا بنبتدي نعود البكسلات ان هي تعرض حاجة غير اللي كانت متعودة تعرضه، فنحاول ان احنا نعيد برمجتها من جديد. ملحوظة صغيرة بس، احنا هنفضل نعمل الكلام اللي احنا هنتكلم فيه دلوقتي ده، يعني موضوع الشاشة البيضة والشاشة الرمادي والحاجات اللي هنتكلم فيها دلوقتي فترة طويلة. يعني مش اللي هو تعملها مرة فتلاقي نفسك الشاشة ما استجابتش فخلاص، لا، احنا هنقعد نعملها مدة طويلة. يعني كل ما هتسيب الموبايل بيعمل اللي احنا بنتكلم عليه ده فترة طويلة، كل ما هتلاقي تحسن احسن، كل ما هتلاقي تحسن اكتر في الشاشة. فانت هتسيب الشاشة البيضة دي معروضة كتير على الشاشة بتاعت التليفون، وطبعا مش هقولك ان انت تسيب الشاشة مفتوحة عشان ما تفتكرش بس ان انت تحط صورة وتقفل الشاشة، لا، انت هتسيب الشاشة مفتوحة، وممكن تعمل القصة دي وانت نايم. يعني انت هتحط التليفون على الشاحن وتسيب الشاشة البيضة دي مفتوحة، بس تتأكد ان الصورة البيضة مغطية الشاشة بالكامل، مفيش اي حاجة تانية ظاهرة على الشاشة. طيب لو ما نفعتش معاك الشاشة البيضة فانت ممكن تستخدم خلفية رمادي، لان في بعض الشاشات كده ما تفهمش السر، يعني هي ما بتستجيبش للون الابيض، يعني هتلاقي الموضوع ما عليكش قوي فيها المشكلة دي، فممكن تستخدم خلفية رمادي. في ناس يعني الشاشه بتاعتها اتعالجت بالخلفيه الرمادي بدل الخلفيه البيضاء، ولكن انا كاحمد بفضل ان انت تستخدم في البدايه خلفيه بيضاء. انت ممكن تعمل الاثنين، يعني هتسيب يوم خلفيه بيضاء واليوم اللي وراه هتسيب خلفيه رمادي. في بقى الحل الثالث، والحل الثالث ده يعني تقدر تقول
انت هتعمل ريفرش كامل للبكسلات، يعني اكنك كده بتعمل لها اعاده ضبط مصنع. والحل الثالث ده اللي انا بفضله، وهو ان انت هتجيب فيديو بالوان متغيره. طب هتقول لي اجيب الفيديو ده منين؟ هقول لك هتلاقي على قناتي انا سايب لك فيديو، بعد الفيديو ده على طول هنزل الفيديو الثاني، هو هيبقى عباره عن فيديو عباره عن بكسلات والوان كتير بتتحرك على الشاشه وكلام زي كده، بحيث ايه ان انت تقدر ان انت تشغله. وهتلاقيه فيديو طويل مثلا ساعه ولا 4 ساعات، يعني ممكن اطول لك فيه على قد ما اقدر، بحيث ان انت تشغله وتسيبه. هتشغل الفيديو ده وتسيبه شغال على التليفون بتاعك، هتلاقي التليفون عمال يعرض الوان وبيتحرك كتير كده. هو ده اللي احنا عايزينه، ان احنا عايزين البكسلات يعني تعرض كل الالوان الممكنه اللي هي تقدر تعرضها، بحيث ان احنا نعمل لها اعاده ضبط. الطريقه الرابعه وهي ان انت بتنزل ابلكيشن اسمه OLED Tools او بيرن ان فيكسر. دول تطبيقين كده بيعملوا نفس الافكار اللي احنا اتكلمنا فيها ولكن في هيئه تطبيق. فلو انت مش عايز تنزل تطبيقات ولا بتاع ولا توجع دماغك، القصه اللي احنا اتكلمنا فيها من شويه هي اللي التطبيق بيعملها. يعني هو التطبيق مش هيضيف لك جديد، ولكن لو انت عايز تنزله كابلكيشن على الموبايل تمام. هتقول لي طيب انا دلوقتي المشكله دي بدات تتحل شويه. هقول لك كمل زي ما انت كل يوم كده قبل ما تنام تقوم جاي عامل الشاشه بتاعتك زي ما اتفقنا وتسيبه على الشاحن. هتقعد في الموضوع ده يعني ممكن تقول اسبوع مثلا ولا حاجه، بعد اسبوع هتبتدي تحس بالنتيجه بتاعه العلاج اللي احنا بنعمله ده. طب بعد ما يعدي الاسبوع ده وتبتدي ان انت تشوف ان الدنيا بتتحسن تبطل؟ لا، خليك اعمل ده على طول. وعايز اقول لك برضو ان انت حتى بعد ما تعالج الشاشه بتاعتك ان شاء الله يعني وكل حاجه تبقى تمام، اعمل القصه دي مره كل شهر ولا حاجه، بحيث ان انت دايما تعمل ريفرش للبكسلات بتاعتك. تعالى دلوقتي بقى اقول لك على نصايح تخليك يعني لو انت شاشتك سليمه ما يحصلش فيها كده، ولو انت شاشتك كانت بايظه واتصلحت ما يحصلش فيها كده برضو. تعالى اقول لك بقى على نصايح عشان ما تقعش في نفس الغلطه اللي انت وقعت فيها قبل كده. اولا الحراره، اللي بيعمل كده في الشاشه هي الحراره العاليه. طب دي تتجنبها ازاي؟ ما تحطش التليفون على الشاحن وانت بتستخدمه. زي ما بقول لك تليفونك لو شاشته اوليد، بعيدا عن مخاطر ان انت تستخدم التليفون وهو في الشاحن من حيث درجه الحراره بقى وان هو يولع والكلام اللي زي ده، لا انا بكلمك بقى اللي هو انت هتاذي الشاشه بتاعتك لو اوليد، لان الحراره بتساعد في موضوع البرن ان ده بشكل سريع. فتخيل بقى لو انت حاطط التليفون بتاعك على الشاحن وحرارته عاليه ومعلي البرايتنس كمان، ودي النصيحه الثانيه اللي انا انصحك بيها، ان انت تقلل البرايتنس طول ما انت مش محتاجه، قلله. تقلل السطوع بتاع الشاشه طول ما انت مش محتاجه. اول حاجه تعملها ان انت ما تستخدمش التليفون وهو على الشاحن، لان الحراره بتساعد في موضوع البرن ان ده. يعني التليفون طول ما هو على الشاحن هو بيسخن لان البطاريه بتتشحن، وانت بتستخدمه فبتسخن البطاريه اكتر لان انت بتسحب منها، فيعني الكهرباء بتدخل على البطاريه تشحن وتخرج منها، فكل ده بيسخن في البطاريه، واللي هو بينعكس طبعا على الشاشه. ده بالاضافه لاستخدامك انت واستخدام المعالج واضاءه الشاشه والكلام ده كله، فالشاشه هتلاقيها سخنه. السخونه بتاعه الشاشه دي بتساعد في موضوع البرن ان وبتزود الطينه بله، فما تستخدمش التليفون وهو في الشاحن. تاني نصيحه، طول ما انت مش محتاج البرايتنس العالي، طول ما انت مش محتاج السطوع بتاع الشاشه العالي، قلله، لان ده برضو بيساعد على سخونه الشاشه، ودي بقى بتسخن الشاشه بشكل مباشر وغير مباشر. ازاي بتسخن الشاشه بشكل مباشر؟ لان احنا اتفقنا ان فكره عمل الاوليد اصلا ان كل بيكسل بينور لوحده، فتخيل انت بتزود سطوع البيكسل ده، انت بتخلي البيكسل ده ينور اكتر، فده معناه حراره من اللمبه نفسها. ما هو البيكسل هنا يعتبر لمبه، فده معناه ان في حراره هتتولد من البيكسل نفسه. ضيف على كده بقى استهلاك الطاقه اللي هيستخدمه البيكسل عشان يعلي الاضاءه دي، هياخده من البطاريه، فالبطاريه لما هتسخن هتسخن الجهاز. فيعني موضوع ان انت تعلي سطوع الشاشه وانت مش محتاجه ده من الحاجات اللي بتأذي الشاشه برضو. الحاجه الثالثه واللي هي بديهيه جدا ومنطقيه، ان انت ما تسيبش الشاشه على وضع واحد مده طويله. يعني انت مثلا فاتح يوتيوب، ما تفضلش سايب اليوتيوب كده شغال 8 ساعات مثلا، يعني اللي هو انت ما بتغيرش الشاشه لمده 8 ساعات. هتقول لي بس انا بغير في الفيديوهات، هقول لك ما هو الاجزاء اللي فوق ثابته، اللوجو بتاع اليوتيوب والحاجات دي ما هي ثابته، فالحاجات دي ممكن تلاقيها في الاخر هي اللي عملت تطبيع على الشاشه، الحاجات الثابته دي. وده ياخدنا للنقطه بتاعت الزراير بتاعت التنقل اللي تحت، الزراير اللي هي بتاعت الهوم وكده، كل فتره حولها ما بين زراير وما بين جيسترز، ويا ريت تتعود على الجيسترز وتخليها دايما ان هي تكون ايماءات، بحيث ان انت ما تخليش حاجه ثابته على الشاشه مده طويله، لان انت حتى لو غيرت الابلكيشن وغيرت الحاجات اللي بتظهر على الشاشه فالشريط ده على طول بيفضل ثابت على الشاشه. تخيل انت بقى معايا السيناريو الجميل ده، حاطط التليفون على الشاحن، معلي الاضاءه على الاخر، ومثبت الشاشه على صوره واحده. مبروك عليك، الشاشه بتاعتك اتحرقت. فما تعملش كده، يعني انا بقول لك ما تعملش
نقطه من النقط اللي فاتت، فما تعمليش الاربعه مع بعض ولا الثلاثه مع بعض. تمام. اتمنى يكون الفيديو فادك، وان انت تكون ان شاء الله حليت المشكله بتاعت الشاشه بتاعتك، والموضوع ما خلاكش ان انت تروح بقى تغير الشاشه وتعمل صيانه والكلام اللي زي ده. ان شاء الله يكون الموضوع بسيط معاك. ولو استفدت اي حاجه من الفيديو ما تنساش ان انت تكتب لي كومنت، تشترك في القناه وتفعل زر الجرس. اشوفك الفيديو اللي جاي. سلام.